السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل الوصفة الجميلة دي. من ساعة ما شفت الوصفة دي عجبتني جدا، فقلت لازم اجربها واقول لكم نعملها ازاي. سهلة وجميلة جدا وطعمها بجد تحفة. يلا نسمي الله ونشوف البتنجان الجميل دوت هنعمله ازاي. لو اول مرة تشوفيني انا اميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسنيش في لايك ومشاركة للفيديو. هنجهز الميه اللي احنا هنحط فيها البتنجان، لان طبعا اول ما هنقطعه لازم نحطه في الميه ام ملح عشان ما يسودش مننا. هنجيب بوله كبيره نحط فيها ميه ونحط فيها حوالي 5 معالق ملح كبار. هنقلبهم كويس لغايه لما الملح يدوب معانا تماما. نركنها على جنب ونبتدي نقطع البتنجان بتاعنا. هنبتدي نقطع البتنجانه بالطول زي ما انتم شايفين كده، وهنسيب معاها العنقود الاخضر اللي فوق، بيبقى شكلها شيك جدا لما بتيجي تقدميها. بعد ما قطعناها بالطول لونها ابيض وجميل جدا من جوه. نقي البتنجانه الخفيفه، ما تنقيش البتنجانه التقيله علشان من جوه تديك اللون الابيض الحلو ده وما تلاقيهاش مبزره من جوه. هنبتدي نحط سكينتين على الجناب علشان احنا مش عايزين نقطع البتنجانه لغايه الاخر. دي هتخلينا محددين البتنجانه اخرها لغايه فين، عشان البتنجانه بتاعتنا ما تجيش لغايه الاخر وتتقطع معانا نصين. هوريها لكم في الاخر دلوقتي بعد ما تتقطع هيبقى شكلها عامل ازاي. اديناها كده طرنشات بالعرض، سمبوكسات كده. كل ما تلاقي السكينه كده بدات اللي هي تخلص، اظبطي السكينه على اساس ان التقطيعه كلها تبقى قد بعضها. ونرجع نروح لفينها زي ما احنا لفينها دلوقتي كده، ونبتدي نرجع نقطعها تاني بنفس السمبوكسات، مره بالطول ومره بالعرض. خلاص كده خلصتها. بصي من جوه بيضه زي ما هي، التقطيعه بتاعتها جميله، شكلها شيك وحلو قوي. هننقع البتنجان بتاعنا كله في الميه اللي انت تقطعيها وتخلصيها، تحطيها في طبق الميه اللي تقطعيها وتخلصيها، حطيها في طبق الميه اللي بملح علشان ما تسودش منك، وعشان تشرب كويس من الملح لما تيجي تقليها ان شاء الله ما تشربش منك زيت. جبت واحده تانية عشان اوريها لكم. هي اول واحده اخدت معايا وقت شويه عشان كنت بتعلم فيها، لكن تاني واحده طلعت معايا بسرعه. خلاص اتعلمت في اول واحده، تاني واحده بتلاقي ايدك خفيفه فيها وفي ثواني تكوني مخلصاها. بصي قطعتها كده بالعرض، تحس ان ايدك مايله شويه، بتبقى بزاويه كده شويه عشان تديكي الشكل اللي احنا عملناه في الاخر دوت. اهم حاجه ان انت تاخدي بالك من السكينه وتظبطيها كويس عشان التقطيعه كلها تبقى سوا بعضها وتبقى قد بعضها. خلي بالك من السكينتين اللي احنا حطيناهم من الجناب. بصي من الجنب دلوقتي بوريها لكم ازاي، تحس ان في حته كده من تحت مش جايه جنبها السكينه خالص، من فوق كلها متساويه ومظبوطه معايا. شكل السمبوكسات دي بجد شكلها تحفه، تلفت النظر كده، جميله جدا. هننقع البتنجان بتاعنا كله في الميه اللي انت تقطعيها وتخلصيها، تحطيها في طبق الميه عشان ما يسودش مننا. هنبتدي نحضر الحشوه اللي احنا هنحشي بيها البتنجان. ربع كيلو من اللحمه تكون فيها نسبه من الدهون، 250 جرام. هنحط عليها بصلايه كبيره مفرومه ناعم، معلقه توم صغيره مفرومه ناعم، معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره مليانه من الملح، سنه صغيره من الشطه، اللي ما بيحبش الشطه ما يحطهاش، معلقه صغيره مليانه من الزعتر، بيودي طعم اللحمه المفرومه كده حته تانية. هنحط عليها نص معلقه كبيره من الدقيق عشان تربط معانا العجينه ما تفكش معانا واحنا بنقليها في الزيت. نعجن اللحمه بتاعتنا كويس جدا، كله يندمج مع بعضه. نركنها على جنب ونبتدي اللي احنا نصفي البتنجان بتاعنا. نصفي البتنجان بتاعنا كويس جدا على مناديل او على فوطه عندك تكون قطن. ابتدي ان انت تنزلي كل الميه اللي فيها عشان ان شاء الله لما نيجي نحشيها ونحمرها في الزيت ما تدناش ترقع مننا وهي جوه الزيت. صفيناها كويس جدا. هنبتدي بقى اللي احنا نحشي اللحمه بتاعتنا جواها. هو بالظبط البتنجانتين اللي انا عملتهم اخدوا معايا الربع كيلو لحمه بالظبط.
250 جرام. كان طعمها بجد تحفه وريحتها جميله جدا، نفسي تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. هنبتدي ان احنا نحشيها بالشكل دوت كده، مره بالطول ومره بالعرض زي ما قطعناها بالظبط. تمشي كده على التقطيع اللي احنا قطعناها، مره تحشيها بالطول وتروحي لفاها، ومره تروحي حاشيها بالعرض عشان ما تنسيش ولا مكعبه فيها. جميله جدا، تنفع معاكي زي ما قلت لك لو عندك عزومه ولا حاجه، تعملي الطبق دوت جنب الاصناف اللي انت عاملاها. شكله حلو وملفت للنظر، وبجد طعمه برضو جميل جدا. حاجه كده جديده، الواحد لازم يجرب كل حاجه جديده. هنشيل بقى بالسكينه كده، نمسح البتنجانه بتاعتنا من بره كلها بالسكينه، عشان لو في اي زياده نمسحها ويبقى شكلها برضو مظبوط معانا وحلو معانا. خلصنا البتنجانتين بتوعنا، شكلهم بجد تحفه حلو جدا. هنبتدي بقى نروح للطاسه بتاعتنا، هنحط الزيت بتاعنا على نار متوسطه، مش هنعلي الزيت قوي ومش هنوطيه قوي. لو وطيناه قوي هيشرب معانا الزيت، لو عليناه قوي هيحرق معانا البتنجان واللحمه تبقى نيه من جوه مش هتستوي معانا. فاحنا هنخليها على نار متوسطه علشان اللحمه بتاعتنا تستوي كويس والبتنجان بتاعنا برضو يتحمر كويس. بدأ اللي هو ياخد اللون معايا، هنبتدي اللي احنا نقلبه برضو على نار متوسطه زي ما هي، مش هنعلي عليها النار. بص ادانا لون من فوق جميل جدا، اللون المحمر الحلو دوت. هنبتدي اللي احنا نصفيها على مناديل المطبخ عشان تشرب كل الزيت اللي فيها. ايه الجمال ده، بجد شكلها تحفة، ونفسي بقى تدوقوا بجد طعمها حاجة تانية كده. هنبتدي بقى نجهز الصلصة اللي احنا هنغطيها بيها. جبت معلقتين كبار من الصلصة، هنحط عليها حوالي نص كوباية من المية عادي خالص من الحنفية، هنحط عليها معلقة من الملح ونقلبها كويس جدا لغاية لما الملح يدوب معانا. كده جميلة جدا معايا ومظبوطة معايا. هنبتدي بقى اللي احنا نرص البتنجان بتاعنا في الصينية بعد ما المناديل شربت بقية الزيت خالص. ظبطناها في الصينية، هنبتدي نحط عليها الصلصة اللي احنا عملناها في الصينية بتاعتنا من تحت عشان كلها من تحت يكون عليها صلصة. نجيب بقى بالفرشة وندهنها كده من فوق دهنة بسيطة، مش عايزينها متغرقة في الصلصة قوي، يا دوبك اللي احنا نشممها الصلصة من فوق عشان تطري وشها من فوق. نحطها على نار متوسطة برضو على البوتاجاز لمدة حوالي ربع ساعة، اللي هي اول ما تلاقي الصلصه كده بالتكتك تتشرب كده من البتنجان. هنبتدي اللي احنا نغطيها، لو عندك غطا كبير غطي بيها الصينيه بتاعتك، لو مش عندك حطي ورق المونيوم. المهم ان انت تغطي وش الصينيه كويس من 10 دقايق لربع ساعه اللي هي تتشرب من الصلصه اللي احنا حطيناها. بصي بقى جميله جدا بعد ما اتشربت من الصلصه اللي احنا حطيناها. هنبتدي ان احنا نحطها في طبق التقديم، نحط عليها شويه من الكزبره، شويه من الصلصه اللي احنا حطيناها في الصينيه نفسها. تاكليها بقى مع العيش ومع المخلل مع البطاطس المقلية، حاجة كده بجد جميلة، وجبة كاملة ومتكاملة. بصي البتنجان من جوه عامل ازاي واللحمة مستوية وريحتها بجد كانت تحفة. خلاص خلص معانا الفيديو كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لايك واعملي مشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.